مساء الخير يا بنات. النهاردة هنتكلم عن حاجة مميزة جدا بمناسبة دخولنا على فصل الشتاء. بعيدا عن صوتي، أنا عندي برد يا جماعة فاعذروني في الفيديو. فالنهاردة هنتكلم عن فصل الشتاء في كوريا، هنتكلم عن الأجواء وعن التلج، وهنتكلم كمان عن الأكلات الكورية المميزة في الشتاء. فلو انتي من عشاق كوريا ومن عشاق فصل الشتاء في كوريا، تابعي الفيديو للآخر علشان هتستمتعي جدا معانا. أول حاجة هنتكلم عن الجو. الشتاء في كوريا بيبدأ من ديسمبر وبيستمر لحد فبراير، والجو بيبقى بارد جدا لدرجة انه بيوصل اوقات تحت الصفر. في اغلب الاماكن بتبقى مغطيها التلج، وده بيدي منظر خرافي، والجو بيكون بارد وجاف والامطار قليلة جدا. تاني حاجة اللبس في الشتاء. بما ان الجو بارد جدا، اللبس مهم جدا للكوريين. بيحبوا يلبسوا طبقات كتيرة زي البلوفرات التقيلة والجواكت اللي بتغطي الجسم كله، والداون كوت اللي بيدي دفى جامد جدا. كمان بتحسي ان كل الناس ماشية بجوانتي وسكارف وطاقية. تالت حاجة الاكلات الشتوية. في الشتاء الاكل الكوري بيتغير شويتين في اكلات معينة مشهورة قوي علشان تدفي الجسم، زي التوكبوكي. اكيد متابعين الكدراما عارفين التوكبوكي واكيد نفسهم يجربوه، اللي هو اسمه كعك الرز الحار، او الاودينج اللي هو زي سمك معمول على عصاية وبيتغمس في شوربة سخنة. كمان في شوربة الكيميتشي جاجاي جاي اللي بتكون فيها كيميتشي ولحم التوفو، طعمها بيبقى لذيذ جدا وبتدي دفء فظيع. رابع حاجة الأنشطة الشتوية. الكوريين بيحبوا يعملوا حاجات كتيرة في الشتاء، زي انهم يروحوا يتزحلقوا على الجليد في اماكن مخصصة، وكمان في قرى تزلج كتير بيسافروا ليها في الجبال. بجانب التزلج بيحبوا يمشوا في الحدائق اللي بتبقى مغطيها التلج وبتكون مضاءة بالأنوار في فترة الأعياد، وده بيدي منظر جميل جدا. خامس واخر حاجة معانا هي الاحتفالات والاجواء. فترة الشتاء عند الكوريين بيكون فيها احتفالات زي الكريسماس والسنة الجديدة، وبيزينوا الشوارع بالاضواء والزينة، والاجواء دي بتبقى حلوة جدا وبتحسي ان في حماس وفرحة. كمان بيحتفلوا بعيد خاص اسمه سولال، وده بيكون في بداية السنة الكورية الجديدة، وبيجتمعوا مع عائلتهم وبيعملوا اكلات معينة زي التوك كوك. وبكده نكون خدنا جولة صغيرة عن فصل الشتاء في كوريا. اتكلمنا عن اللبس والأكل والأنشطة اللي بتخلي الشتاء في كوريا ليه طابع خاص. فأتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة، وأشوفكم في فيديو جديد. حلوين وي أنيا.